السلام عليكم شباب. قبل ما أبلش أحكي على الموضوع اللي منزله فوزي، أريد من عندكم شغلة واحدة. الكل واحد يشوف الفيديو. كل واحد. سويت راسلت البشير شو وراسلت ولاية بطيخ، اثنيناتهم. كتبت لهم رسالة وأتوقع الكل شافها، نزلتها بالفيسبوك وانتشرت على التواصل الاجتماعي كله. راح أسوي هذا الفيديو وراح أسوي هاشتاج بي للبشير شو ولولاية بطيخ. الغرض من عنده مو نفضح فوزي بس، وانما افضح عملية النصب والاحتيال اللي تصير، حتى اخوتكم البقية ما حد ينضحك عليه. مو انت تقول لي لا لا تسويها، لا، مو اذا انت قاعد وشو معرفك ابن عمك يجوز يجي واحد وينصب عليه ويقول له تعال ادخل بشركة اليونك ويروح بيها. وبعدين من يقول لك يجيك ابن عمك يقول لك دخلت باليونك، يقول لك كابش ورطك، يقول لك شو معرفني. فاذا ذول الشخصين احمد البشير او ولاية بطيخ تناولوا فقرة اليونك فاينانس وفوزي مدير الشركة، فتوقع كل العراق راح يعرف بالموضوع ويعرفون شنو هاي الشركة بعد، وعلى الأقل يحركون الإعلام العراقي على هذا الموضوع، والدولة العراقية بعد أكثر يتحركون على هذا الموضوع، لأنه هذا النصب والاحتيال صار بالعراق تحت غطاء الدولة العراقية. يعني تحت، يعني اكو دوله وقانون، مو تقولون اكو دوله وقانون، هم السياسيين يسووا كل شيء، مو يقولون اكو دوله وقانون. صارت عمليه النصب والاحتيال بزمنكم، مو بزمن ما بي قانون دوله. المهم حتى ما نتطرق المواضيع السياسيه بعد اكثر، اريد الكل يعني بدي اقول لكم الكل اي واحد يشوف الفيديو، حتى اذا اللي ما يشوف الفيديو وانت تبلغه، اي واحد يعني واحد يبلغ الثاني. تسوون هاشتاج نفس اللي انا حسويه، اللي حطه بال يعني اسفل الصفحه، حطه اسفل الفيديو، حسوي الهاشتاج الولاية بطيخ ولا احمد البشير. نفسه الهاشتاج هذا تاخذوه وتحطوه بالكومنت بالتعليقات وتنزلوه، حتى يصير يوصل، يعني توصلهم الرسائل مالتنا البشير شو والولاية بطيخ. لان شخص واحد يجوز ما يقروا الرساله مالتنا، بس لما تجي رسائل هوايه متكرره راح يقروها. نعوفكم من هذا الموضوع هسه، بس مثل ما قلت لكم الكل يسوي هذا الهاشتاج. نجي على فقرة فوزي. العينتين فوزي مدير شركة يونيك فاينانس، ماكو واحد غيره. تعرفون اكو واحد ثاني مدير الشركة؟ لا. طلع واحد قال انا الشركة يمي؟ لا. طلع واحد قال قرارات من يمي؟ لا. اللي يقرر واللي يصدر قرارات واللي يحكي لنا واللي يطرح الاسئلة ويجاوب نفسه هو فوزي، فهو مدير الشركة قدامنا. يقول لك هنا تنويه: كل الأرصدة الموجودة في الحسابات القديمة والجديدة زين يمكن فتح حساب جديد بها، مستغلين عرض الشركة شراء ايفي بانك بنسبة 50% الإدارة التسويقية لفريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تغيرت هنا شوية، صار الإدارة التسويقية، قبل كانت إدارة يونيك فاينانس صارت الإدارة التسويقية. المهم يقول لك الكثير يسأل عن طريق شراء رصيد ايفي بانك مباشر من الشركة، وحاط لك الرابط جوا، ويرجى الدخول على الرابط الخاص بقناة اعرف عملك اللي هي تابعة لفوزي اكرملي. يقول لك السؤال هنا 47، هسه نفوت على القناة مالته. تجي هنا سؤال 47: كيف اشتري رصيد مباشر ايفي بانك من الشركة بدون وسيط؟ يقول لك الإجابة: هذا واحد من أهداف اللامركزية في العمل. الكل يعمل بشكل منفصل بدون رجوع إلى أي شخص. تابع للفيديو المرفق في الإجابة. إذا تشوفون الفيديو بيطلب من عندكم تشترون ايفي بانك ب 50%. يعني كمثال خلينا نقول أنت تيجي تفتح حساب بشدة 30% لازم يكون ايفي بانك، يعني 30 ورقة، و70 ورقة رصيدك المحروق. 30 ورقة تدفع 15 ورقة أنت من عندها، تاخذ 50% اللي هي 50%، يعني 1000 همنا 15 ورقة تجيك. ال 15 ورقة اللي أنت حتحولها بالايفي بانك الفوزي ما يريدها من عندك تعطيها الابلاين او اي واحد ثاني، لا، يقول لك بيتكوين راسا. من صارت الموضوع بالبيتكوين فما تقدر تثبت انت انه محول بيتكوين. مو ما تقدر تثبت، انت حيصير عندك وصل انه انت حولت بيتكوين، بس ما راح تثبت مثلا اذا باكر عقبه تروح تشتكي بالمحكمه ما راح تثبت انه انت حولت الفوزي ولا انت حولت شركه اليونيك فاينانس اذا بيتكوين. فهاي الفقره بدكم تنتبهون عليها. من تصير شغله بيتكوين كل شيء انتهى، اي ادله وما ادله تنتهي.
نرجع على قناته. بس حلوة هاي هنا لما تشتري اي في بانك بنسبة 50%، يعني اذا تشتري لك $1000 تدفع 500 تجيك $1000. قفاص عالمي، حرامي عالمي يعني. زين يقول لك هنا تسجيل مبالغ كبيرة. هاي هنا ما يفتح لكم حساب $150,000. انت موقع قدامك وارقام قدامك وتحط الارقام كيفك وتحط وتفتح. المهم عند شراء رصيد اي في بانك لغرض الحصول على عرض 50%، تو هنا يجب إضافة $1 أو $2، فرق $1000، لأن هناك استقطاع في محافظ البيتكوين، وقد يصل المبلغ بفارق سنتات أقل من $1000، وستضيع عليك فرصة العرض. يرجى الانتباه. يرجى الانتباه يعني هي متحول $1000 حط لك $1005. هو هيك يريد يعني. هاي فرق الاستقطاع مال حتى من توصل لمحفظة البيتكوين اللي لهم توصل لهم $1000 عدلة بيتكوين، حتى يعطيك هاي الارقام اللي ما لها اي قيمة بالموقع. زين هنا أنا يقول لك طريقة تحويل الاي في. هنا أنا على اساس انه ارباحك اللي موجودة بالحسابات الجديدة دي يحولها الاي في بانك، ويراويك هذا الشيء بالفيديو. بس اتحداكم فوتوا هسه كلكم انتم على حساباتكم، ما حد يقدر يسوي هذا الشيء. نعوف على الكلاوات مالته لانه مو فد شيء جديد يعني. بس هنا الشغلة جديدة. تنويه بعد اكتمال جزء كبير من التحديثات بما فيها العقود التي هي قبل التحديث ستكون جدولة بفتح التحويل المصرفي ابتداء من الشهر التاسع ونزولا إلى باقي الأشهر، وسيتم إبلاغ الفريق عن طريق الإيميلات. بعد ماكو تفريق عن طريق الأبلاينات والقادة، عن طريق الإيميلات، وبهذا الخصوصية لغاية الشهر الرابع، ومن ثم سيكون هناك إعلان جدول الأشهر المتبقية الثالث والثاني، وهكذا وستكون أمور أخرى تسر الفريق. ستصبح اليونق قبلة العالم. زين في الأعمال الحديثة بعد خروجها من أزمة كورونا فيروس أقوى من السابق، ومن الله التوفيق. الإدارة التسويقية لفريق الشرق الأوسط شمال أفريقيا. ملخص كلام الفوزي بهذا الشيء: من الشهر الثاني صعودا لشهر التاسع ذول الوكالات على أساس إنه فوزي راح يفتح عليهم الأرباح. من شهر الواحد ونزول لي جوا ل 2019 2018 و17 و16 ان شاء الله يكونوا ذولا كلهم لغاهم. يعني اصلا حتى دي يقول لك هذا، يعني دي يقول انه حيصير التبليغ عن طريق الايميلات لهم. يعني سواله فريق الخاص مالته اللي هم من الشهر الثاني لشهر التاسع. هذا الحكي من كلاوات يعني. ما اعرف اذا اكو واحد بيكم اجا ايميل انتم نسجل بشهر الثاني والثالث والرابع الخامس اجاكم ايميل، اجاكم طريقه قال لكم انه حصرف لكم ارباح او فتح عليكم صرف الارباح، ويا ريت واحد يكتب لنا بالتعليقات ويقول لنا انا صرف الارباح، ويسوي لنا فيديو من داخل حسابه انه شلون سحب ارباحه وهالسوالف حتى نعرف نشوف. بس اعتذر. بس انه يعني من الشهر الثاني وصعودا للشهر التاسع، يعني يقول لك من الشهر الثاني للتاسع ذولا فريقي، اما بعدهم ذولاك مو فريقي، انتو تعرفون على من تروحون. هذا مخلص كلامه الفوزي، يعني ما يحتاج تجيب لها عالم حتى يفهمك اياها. تنويه يرجع عمل forget password للحسابات التي تم تصحيحها الايميل الخاص بها. اوكي اداره فرق على اساس انه صحح ايميلات هسه من جديد بدون غرامه. قبل غرامات قام يضرب غرامات. ليش انت الشركه مالتك وينها حتى تضرب غرامات؟ زين اريد افتهم شغله واحده من عندك فوزي. انت صار لك ساعه تحكي وتنبل وشركه 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 وشركه، وينها؟ اعطينا عنوانها، اعطينا مديرها، اعطينا مديرها اللي دا يكتب هاي القرارات والشغلات اللي قاعد تنزل اللي دا يبلغك بيها. ليش ما تجي تقول انه هذا المدير تفضله وتطلع انت من الموضوع؟ اذا ما حتسوي هذا الشيء فانت مدير الشركه. الشركه مالتك شركه ما إلها عنوان، لا دبي لا تركيا لا سويسرا. للعلم دبي ماكو اي مكتب استشاري. يمكن اكو مكتب استشاري بالسوق الاوراق الماليه الامريكيه، استشاري
مو مكتب اداري، يعني مو فد شيء تجي وتقول هاي $1000 يلا هاكم اياها سجلوني، او مثلا اعطوني تجي عليهم تقوم تعطوني رقم الحساب مالتكم مال البنك حتى اريد احول. استشاري، بس مجرد تاخذ استشاره من عندهم. هاي شغله دبي خلصت من عنده. وهذا متابع للفريق العراقي، اللي اعرفه تابع للفريق الاوروبي. ما اعرف من يسمى الاوروبي من يسمى الشرق الاوسط، هم كيف كل واحد قام يسمي التسميه. الشغله الثانيه، تركيا المكتب اللي باسكي شهير. اول شيء مو اسمه يونيك فاينانس، اسمه يونيك دايميشن، البعد الفريد. ثاني شيء خلص العقد مالته في شهر العاشر وفوزي ما جدد، على اساس انه الاداره الجديده ما راح تدفع لفوزي انه الاجره مال المكتب وهالسوالف، يعني ما حيوافقون انه ينفتح مكتب بتركيا. سبحانك يا رب، بعد تعادلوا وياه بالتواريخ صح، تبدلت الاداره مال الشركه والاداره الجديده نفس الوقت انتهى عقد المكتب اللي بتركيا، حتى بعد ما حد يجي تركيا ويروح له. مكتب تركيا مسدود، مكتب دبي ماكو. سويسرا اتوقع شفتوا الفيديوهات اللي طلعت الشباب اللي راحوا على العنوان اللي حاطيه هم مال يونيك. دول اوروبا كلها ماكو، امريكا كندا ماكو، استراليا ماكو، روسيا ماكو، حتى اللي بروسيا اللي بالمنطقه العالميه التجاريه اللي بروسيا بموسكو، هذا كله عباره عن تلاوات مجرد ايجار. المكتب اجروه مثلا من هاي الساعه لهاي الساعه اجروه، وتفوت تسوي اللقاءات مالتك والسوالف وكل واحد يطلع. ويعني تاجر تقدر تاجره يوم يومين ثلاثه، وتحط اللافتات مالتك والاعلانات مالتك كل شيء تحط. فسووها كلها هيجي الشغله حتى يضحكون على العالم، لانه اللي يريد يضحك على العالم لازم يسوي هاي الفيديوهات الترويجيه حتى يراويك، يقول لك شوف هذا اجنبي. الروسي بالنسبه لك انت اجنبي، انت عربي، انت يعني مو عربي، ما حيحكي عربي هو. فيقول لك هذا باع توماس ما ادري شنو، هذا اجنبي. وحتى اذا تشوفون الاسئله بوقت هذا الفيديو اللي طلع اللي قاعدين هم ودي يحجون عود، ايش دا يساله؟ يقول له الايديات يعني ارقامها، يعني هذا تسلسل الشخص بالشركه، يعني مثلا واحد رقمه مليون وما ادري قد، يعني اكو مليون شخص بالشركه مسجل قبلي. زين، وحتى هو جاوب قال له لا مو هيك، يعني هاي ارقام بس تعريفيه لكل واحد. الفيديو موجود وكلكم تقدرون تتابعوه. وبعد قال على الموضوع الثاني ما اتذكر شنو الفيديو، بس من زمان شايف الفيديو اني. بس هاي الشغله الوحيده اللي جلبت بعقلي هي انه مال حسابات، انه رقم الحساب لازم الاي دي مال الحساب يصير تعريف لك انت، يعني شلون عددك بالشركه، تسلسل بالشركه. قال لا شركه ما لها وجود. فوزي قاعد بس لابتوب قدام الله وكيلكم، قاعد بس على التليجرام يكتب لنا. يمكن هو الوحيد اللي ملتزم انه ظل بالبيت، ماخذ القانون مال كورونا، ظل بالبيت وصامت. ابهاتنا كورونا وكورونا، العالم كلها قاعد تشتغل، التلفزيون يشتغلون، البرامج قاعد يشتغلون، شركات التسويق، كل شيء قاعد يشتغل، الانتاج. وقف شيء على الكورونا؟ ما وقف شيء، يعني ما وقفت. حتى بالعراق ماكو رواتب والموظفين قاعد يروح يداومون، وما يقولون كورونا. هذا مشلب بام الكورونا من يوم اللي صارت عبالك جد يدوع على الجرح عنده، شلب بيها بعد طفل ولزم وصاصه بعد ما يهدى، الله وكيكم ما يهدى. كورونا وكورونا، ايش خبصتنا بالكورونا؟ اتمنى من قلبي يوصل الملف مالتك لهالقناتين بشيشو ولا بطيخ. لا تنسون الهاشتاج اللي قلت لكم عليه، سووه حتى يوصل لهم. اذا وصل لهم وتناولوه مره واحده بحلقه واحده من حلقاتهم، يتناولوه حتى لو 5 دقائق، العراق كله عرفهم شنو. على الاقل سويتوا شيء زين لاهلكم الباقيين، انه ما حد تعرفون ترتاحون انه بعد ما حد حينضحك عليه. زين، انه بعد ما حد حينضحك عليه وانكشفت الشركه بعد وخلص. احنا اوكي بالنسبه لك مكشوفه، بالنسبه لي مكشوفه، الكم شخص اللي دي يتطرقون الموضوع، بس اكو ناس ما سمع اصلا عن يونك بعدها، وحيجوهم وياخذون ضحايا ويفوتوهم وياخذون فلوسهم وينصبون عليهم، وبعدين ذولاك تعالوا شوي شوي يفوتون على الجروبات ويقعدوا يقرون الحكي ويشوفون الفيديوهات. وبعدين فليش؟ خلينا نساعد العالم كلها. هاشتاج اللي حكتبه بالجو الفيديو نفسه تنسخوه ونزلوه جوا، كتبوه بالتعليقات، واللي يريد يضيف شيء رساله لولاية بطيخ او البشير شو، خلي يسوي بكيفه بعد.
اتمنى تكونوا بخير، تظلوا بصحة وسلامة، ونشوفكم اذا نزل فوزي شيء جديد يعني. ها شغلة ثانية، بالنسبة ابو باقر قال لكم 1 بالشهر، وصبروا الواحد بالشهر، يعني لا تضايقون الرجال وتتصلون بيه وهالسوالف. صدقوني الرجال 1 بالشهر اللي يعني اللي حيصير راح يبلغ بيه، فانطوه مجال، انطوه مجال الرجال. 1 بالشهر، باقي لكم يومين، يوم 29 بالشهر باكر 30، 1 بالشهر الرجال حيبلغ. فلا تضغطون عليه، عفوا اتصالات عليه، عفوا الرسائل عليه، خلوا الرجال يشتغل شغله، ونشوف وين يوصل الرجال، هو حيبلغنا كلنا. اتمنى تكونوا بخير وتظلون بصحة وسلامة، ونشوفكم حلقة جديدة. مع السلامة.